التصريحات الكارثية التي أدلى بها الفرنسي الميول والولاء زين الدين زيدان، والذي هاجم فيها منظومة ومؤسسة العدل الجزائرية للموقوف والمتهم بتمجيد الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار الجزائر، وحكم ب7 سنوات سجن نافذة. ها هو بعد الزلة غير البريئة للفاسد رئيس الفيفا إنفانتينيو، ها هو الدور جاء على عميل شرط عليه الإدلاء بهذا التصريح للتعاقد معه كمدرب أول للمنتخب الفرنسي. زيدان الذي نسي لوهلة أن بلده الأصلي وبلد أجداده وأسلافه الجزائر القارة العظمى التي لا تتزعزع ولا تزلزل بهذه التصرفات والتصريحات السبيانية، بل تزيدها شموخا قوة وعنادا. نسي لوهلة أن ابنه الحارس الزحليق الذي كان كارثة على المنتخب الوطني الجزائري لوكا زيدان أنه يلعب للجزائر. الآن لا يوجد رد على زين الدين زيدان إلا بطرد نهائي لابنه من المنتخب الجزائري، ويجب محاسبة المسؤول على جلب ابن زيدان الذي لم يقدم شيئا للمنتخب، بل كان الحلقة الأضعف في تشكيلة المحاربين الذين ظهروا في كأس العالم كتشكيلة للأرانب وليست للمحاربين. زيد أن زيدان سيطرد كالكلب من المنتخب الفرنسي، وستكون نهايته شبيهة بنهاية ناصري، بنزيما، بن عربية وكمال مريم وغيرهم من تنكروا لبلدهم بلد أجدادهم وركضوا للماما فرنسا. خسئتم يا عملاء ولنا متى عيون الجبناء. وعاشت الجزائر القارة دولة، حكومة، جيشا وشعبا.